يا صديقي، كلما أعطيت قيمة أكبر لنفسك كلما أعطتك الحياة قيمة أكبر، سمحت لك بتحقيق كل ما ترغب به بسهولة، لأنك في عمق ذاتك ترى أنك أكبر من كل الأهداف، وأنك فعلا تستحق كل ما ترغب به وتسعى إليه، أنك أنت الذي تعطي هذه القيمة لكل الأهداف. حب نفسك، حب شخصيتك، هذا من الرضا والقناعة. ألا تقول أحبك إلا على يقين، فالحب سر الله في الأرض، لا يستخف به إلا عليل الروح، ولا يخلص له إلا عاقل الفؤاد. واثق تماما أنه إذا لم ترحم نفسك فلا تنتظر رحمة من الغير. إن كنت تصدق أن السحر له سينال منك، سيتلاعب بك السحر دون رحمة. إن كنت تصدق وتسمح بضعف أن الحسد سيطالك، ستنال منك عيون الحساد بلا رحمة. إن كنت تحتاج لشيء ما أيا كان من قبيل الاحتياج، فسوف يتفنن هذا الشيء في إذلالك دون رحمة. كل شيء سيستفز نقاط ضعفك دون رحمة. تذكر ذلك دوما. الدرس القاسي الذي عليك أن تتعلمه هو أن لا تحتاج أحد، لتكن هذه قناعاتك. مخلوق الله القوي الكامل الذي لا يشعر بالاحتياج، لا يشعر بالهوان، لا يشعر بالضعف. أنت واحد، لا تقبل القسمة على اثنين. لا بأس من شريك حياة أو صديق أو حبيب، ولكن كن مؤمنا أنه ليست هناك قوة غير قوة الخالق يمكنها أن تمس مصيره. مخلوق الله عليه أن يكون أثبت من الجبال مهما كانت الرياح والعواصف التي تحاول اقتلاعه، وأكثر شموخا وعزة وغنى مهما كانت وسوسة الشياطين الملعونة. الإنسان لا يخاف إلا الله، لا يخاف ولا يحتاج ولا يهتز شموخه وعزته إلا إذا اهتز بيقينه في الله. إن فقدت الرحمة من الجميع فتأكد أن رحمة الله هنا في كل مكان وزمان. مزيدا من الصبر، مزيدا من الصبر يا صديقي. كن صبورا، وإليك الدواء والبلسم لكل شيء، وقل الحمد لله على كل شيء، هي مفتاح السماوات والأرض. سبحانك ربي لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. دردشات مع صديقي العجوز، أحبكم بلا حدود.